السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم بفيديو جديد النهارده. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النهارده التورتيه القمر دي، وهقول لكم ازاي سعر ازاي يعني تكلفتها كانت حوالي قد ايه بالظبط، وسعر البيع بتاعها. وهقول لكم النهارده كلام كتير جدا هيفيدكم لاصحاب مشاريع الاونلاين، او لو انت ست بيت محتاجه تعملي مشروع في بيتك الايام دي هتعمليه ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش هيكلفك كتير. وهتبتدي ممكن تبتدي من تورته او اتنين او تلاته. يعني مشروعك هيبقى حلو قوي، وواحده واحده هتكسبي منه، وهتعرفي ازاي ان انت ايه، ان انت يعني تفتحي مشروع من البيت. بس تابعي الفيديو بتاعي للنهايه، هقول لك هتعملي ايه بالظبط. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقه بتاعتنا النهارده. اول حاجه زي ما انتم شفتوا معايا كده، انا جبت 3 بيضات. طبعا حجمهم لازم يبقى كبير، او لو هتعملي صغير بيبقى 4 بيضات، تمام كده. بعد كده بقى بتحطي معاهم زي ما انتم شفت كده، حطيت نص كوبايه ميه متلجه او ساقعه، تمام كده، لان الاسبونج يا حبايبي بيحب الميه الساقعه. بحيث لما تحطي ميه ساقعه على الاسبونج بيلف معاكي بسرعه. هتشوفي دلوقتي معايا في المضرب هتلاقيه جميل جدا. بعد كده بقى بدات ان انا احط 350 جرام من دقيق الاسبونج ده، هتعملي تورته مقاس 26. وطبعا زي ما انتم شايفين كده حطيت معلقه محسن كيك من اللي هي الجل دي، اللي هو بونو، اكياس بونو كده، اسمها محسن كيك جل. طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى، بعد كده مش هحط اكتر من كده، وهبتدي ان انا احطها بقى في العجان او في المضرب بتاعي لحد الخليط بتاعي يتماسك ويعلى. وزي ما انتم هتشوفوا دلوقتي معايا كده، طبعا انا عندي الصينيه بتاعتي كانت حفيتها واطيه، فبدات ان انا اجيب زي ما انتم شايفين كده ورق عادي، كراسات، اي ورق انت عايزاه، يعني اللي متوفر عندك، كراسات، ورق زبده، اي حاجه. وابتدي اعملي، بصوا زي ما انا قلت لكم عشان الميه متلجه او ساقعه. بصوا بوريكم الاسبونج ان هو ما شاء الله يعني عامل ازاي، حلو جدا، عامل شبه الكريم شانتيه بالظبط. بدات ان انا اجيب بقى اعلي الحافيه بتاعتي زي ما قلت لكم كده في البدايه، بورق كراسات. وبعد كده حطيت نص الخليط بتاعي، آه، اللي هو الفانيليا. وبعد كده هجيب الخليط التاني اللي هو ده، هحط عليه معلقتين كاكاو، وهيبقى عندي خليط شوكولاته. تمام كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا اهو. هبتدي بقى ان انا اضربه بقى في المضرب مرتين تلاتة كده، عما يلف مع بعضه، وهيبقى ايه ده النص التاني اللي هو نص الايه الشوكولاته يا حبايب قلبي، اهو السبونج الشوكولاته. بعد كده بقى بقول لكم بصوا الخليط متماسك ازاي معايا، جميل جدا ما شاء الله، عامل زي ما يكون كريم شانتيه. ليه؟ لان الميه اللي انا حطاها ميه متلجه. بعد كده بقى خبزته في الفرن، وبعد ما طلعت قطعتها كده لثلاث ديسكات زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. وبدات ان انا بقى ايه، ان انا احشيها من جوه كده ايه، كريم شانتيه. لو انت عايزه بقى تحطي نص كريم شانتيه كاكاو ونص ابيض، عادي اعملي كده. لكن بصراحه انا حبيتها كده عشان تبقى خفيفه في الاكل وتبقى حلوه. يعني ايه، صاحبتها قالت لي ايه، ظبطها كده نص شوكولاته ونص فانيليا، بس مش تبقى كلها ايه، شوكولاته من جوه يعني. بدات ان انا احط صوصات طبعا كده زي ما انتم شايفين اهو، وبدات احط سبرينكل كده في الحشو جوه الداخلي. وبدات ان انا اظبطها زي ما انتم شايفين اهو، واحده واحده معايا كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، تبقى جميله جدا. طبعا الكريم شانتيه عشان تضربيه بتضربي كوبايتين من الكريم شانتيه، وعليهم كوبايتين من الميه، وعليهم ربع كوبايه من السكر زي ما انت شايفه كده. بيطلع معاكي ما شاء الله نتيجته بتبقى هايله جدا. طبعا التورتيه كانت ما شاء الله مقاسها كبير، مقاس 26، فكلفت معايا كوبايتين من الكريم شانتيه، يعني اخدت ربع كيلو كريم شانتيه زي ما احنا شايفين كده اهو. طبعا نوع الكريم شانتيه بتاعك بيفرق في الطعم يا حبيبه قلبي طبعا، ولازم بتحطي معاه معلقه كريم باستري، بتخلي الكريمه بتاعتك بيبقى جميل جدا. وبرده ممكن لو انت عايزه تحطي لبن بودر بيبقى جميل برده. انا هنا كده كنت عملت كوبايه واحده من الكريم شانتيه وما كانتش قضتني، فعملت دخلتها التلاجة بقى شويه، وبعد كده طلعتها ايه، وعملت كوبايه كمان كريم شانتيه وعملتها بيها. جبت بقى شوكولاته كده عشان نعمل لعب شوكولاته كده على التورته من فوق. جبت بقى انا الشوكولاته دي كده، سيحت مكعبين زبده، مكعبين شوكولاته على حمام بخار. وبدات ان انا زي ما انتم شايفين كده اعمل ايه، اعملها على ورق كراسه. لو انت عندك ورق كلاسير، عندك اي حاجه من دي، اللي هو الورق بتاع الفاكيوم، اللي هو اي ورق اللي هو بتاع الترانسفير، اي حاجه من دي ممكن تعملها، لكن انا بصراحه ما كانش عندي. فجبت ورقه عاديه خالص اللي هي جلده الكراسه العاديه البيضه. وبدات ان انا ايه، ان انا اعمل فيها كده زي ما انتم شايفين الايه، الخطوط دي كده، وحطيتها في كوبايه وحطيتها في الفريزر. بقت حلوه قوي معايا كده، هتطلع هتشوفها في نهايه الفيديو هتبقى جميله جدا معايا.
بعد كده بقى أنا لمّا ضربت كوباية الكريم شانتيه التانية، بدأت إن أنا إيه، إن أنا أجلِّس بيها التورتة كده، فعشان ما أضيّعش عليكم الوقت جلِّستها وضبّطتها وعملت فيها روزيتات كده، وبعدين جِبت مكعبين من الشوكولاتة اللي هي الخام، اللي هي سما يا حبايب قلبي، أنا باستعمل شوكولاتة سما، بيبقى طعمها كويس وحلو وسعرها برضه كويس على قد الإيد يعني. بعد كده بقى إن بدأت إن أنا أعملها كده أسيّحها وأحط عليها معلقتين من الزيت، وأنزّلها كده على الإيه، على التورتة بتاعتي تريبات كده من تحت زي ما أنتم شايفين أهو. وبدأت إن أنا إيه، إن أنا أكتب عليها الاسم بتاعها وضبّطتها كده، وبعدين عينتها في الفريزر برضه تاني شوية عشان الشوكولاتة بتاعتي كانت سايحة أوي وتشد معاها شوية، لإن كانت سخنة، كانت الشوكولاتة سخنة لسه، كانت دافية لسه. زي ما أنتم شايفين كده أهو، كتبت عليها الاسم بتاعها ودخّلتها في الفريزر شوية. طبعًا نتكلم عن مشاريع الأونلاين بقى والحاجات دي، بُصّي يا حبايب قلبي، لو أنتِ عايزة تفتحي مشروع ليكِ كويس ويكون خاص بيكِ أنتِ، أول حاجة هتعملي جروب صغير كده على الفيس أو على الإنستا أو على الواتس، أي حاجة أنتِ حابة يعني ليكِ أصحاب فيها تكون إيه، موجودة يعني أصحاب تبقى باينة ليكِ، تعرفي إن هي تضيف لِك حد، فاهمينّي إزاي؟ يعني أصحاب ليكِ يضيفوا لِك حد. بعد كده بقى شغلِك بقى هو اللي هيحكم أو هو اللي هيخلّيكِ إيه، هو اللي هيخلّي الناس تدخل تشوفه، يعني هتعملي مثلًا 3، 4 تورتات كده، يكونوا مثلًا مطلوب منِّك تورتاية أو 2 أو حتى يعني إيه، أنتِ بتبيّني شغلِك، فهتضطري إن أنتِ في البداية تعملي تورتة أو 2 عشان تبيّني شغلِك، هتبيّنيهم بقى على الجروب، يا جماعة والله الشغل كذا وأنا باعمل التورت دي شغل بيتي وباعمله مثلًا سعرهم كذا، وبتنزّلي السعر بتاعِك. طبعًا لازم تراعي المنطقة اللي أنتِ فيها، يعني مثلًا المنطقة اللي أنتِ فيها مثلًا يعني بتبيع مثلًا بكام وكده، وهتقللي أنتِ حتى لو 5 جنيه عنهم، يعني 5 جنيه، 10 جنيه عنهم، هتقللي طبعًا عشان أنتِ لسه بادئة جديد وكده، فهيبقى المشروع بتاعِك يعني إيه، لازم يعني يبقى لازم في الأول يعني عشان تُقفي على رجليكِ مش بتكسبي المكسب اللي هو في البداية، تمام كده؟ بعد كده بقى بت ب إيه بت بت يعني بتقولي بييجي لِك بقى شغل، بيبدأ ييجي لِك شغل بقى، الناس مثلًا تدخلي للجروب بقى، واحدة تدخل تقول لِك اعملي لي تورتاية طيب، عملت لها أول تورتاية عجبتها طبعًا هتقول لصاحبتها التانية، هتقول لصاحبتها التالتة كده، وربنا يرزق الجميع يا رب اللهم آمين. وبعد كده بقى بتبتدي بقى إن تلاقي ييجي لِك طلبات وبييجي لِك ما شاء الله الشغل بيبقى ما شاء الله حلو، لإن أنتِ بتبيعي كويس، وطبعًا أهم حاجة تخلّي بالِك من الخامات الصح، يعني مش تجيبي أي خامات، تجيبي كريم شانتيه نضيف، تجيبي نوعيات نضيفة عشان تتعرفي بسرعة، لازم يبقى شغلِك نضيف جدًا، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا الحمد لله بفضل ربنا دايمًا أي حد بياخد منّي تُرَط أو جاتوهات أو حاجات من دي، والله العظيم قسمًا بالله إحنا عندنا هنا محلات يعني ما شاء الله أنا يعني لو ينفع أسمّع لكم الريكوردات بتاعة الناس، ما شاء الله كانت تقول لي فعلًا إحنا جبنا من عند فلان، الفلان ده يا جماعة والله العظيم قسمًا بالله بيبيع بمبالغ وقدرها، والأسعار عنده رهيبة، وفعلًا شغله بيبقى نضيف، يعني مش هاقول لِك شغله مش وِحِش، بس هو طبعًا ربنا يوسّع رزقه، عنده عمالة وعنده كهربا، عنده نور، عنده مَيّة، عنده الحاجات دي كلّها، إنما أنتِ شغّالة بإيدِك، بإيد واحدة في بيتِك، فاهماني؟ فالحاجة طبعًا بتطلع منِّك برضه ما شاء الله بتبقي عايزة تطلّعي أحسن حاجة عندِك، فتقول لي والله طعمها أحلى من فلان، أحلى من محل مش عارفة مين، فهو واحدة، واحدة كده إن شاء الله بإذن الله هتعرفي بقى الخامات الكويسة فين، الخامات اللي مش الحلوة فين، الخامات الوحشة فين. بعد كده بقى أنتِ لوحدِك بتعرفي بقى وبتروحي تجيبي من الخامات النضيفة والحلوة وكده، ومن كتر تعاملُك كده في المواد الخام والحاجات دي، بتعرفي بقى الصح إيه والحلو إن هو وكده يعني. لو عجبكم الفيديو بتاعنا يا ريت ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.